مرحبا بكم يا أصدقاء في ملخص الحلقة الخامسة من أنمي كايجو رقم 8. اللي مشفتيش الحلقات السابقة غتلقاهم في صندوق الوصف. في الحلقة اللي فاتت بعد ما كافكا قنع المشرفين ديال الاختبار باش يكمل، ومن بعد شفنا شينوميا وهي كتقضي على الكايجو، في الأخير قدرات تقضي عليهم كاملين، ولكن كيخرج لها هذا الكايجو الشكل ديالو غريب، قدر يطيحها بسهولة. الصدمة الكبيرة أنه جميع الكايجو رجعوا للحياة وقوتهم زادت بزاف، ومن بعد هذا الكايجو الشكل ديالو فحال البشر مشى كيف ما جا، والهونجو اللي كانت قتلاتو شينوميا في الآخر قدر يرجع للحياة، ولكن قوم من الأول بأضعاف وهجم عليها وكان غير قتلها حيت كانت مصابه، ولكن جا كافكا في اخر لحظه وقضى عليه بضربه واحده. ومع كاميرات المراقبه كانوا خاسرين، حتى واحد ما شاف كايجو كاف. في الاخر شفنا داك الكايجو الشكل ديالو فحال البشر وهو كيسمع الاخبار، وعيطوا عليه صحابو في الخدمه، كيصدمنا ملي تحول الشكل ديالو البشري مشى معاهم، وكيكون العكس ديال كافكا حيت هو كايجو كيقدر يتحول البشري. في نظرك واش كاينين شي كايجو متطورين وذكيين بحال هذا في القصه؟ هادشي اللي غنشوفوه من هنا قدام. ومن بعد كتوصل نتيجه الاختبار لكافكا ورينو وكتقام حفله الجنين. كلشي كيكون في هذه الحفله الا كاف، واللي زعما يكون ما تقبلش في الاختبار. في الحفل القائده مينا كتدخل باش ترحب بالافراد جديد، كتعيط على شينوميا هي الاولى حيت هي صاحبه على درجه في الامتحان، وكتعينهم كاملين كضباط في قوه الدفاع. ومن بعد كتشكر شينوميا حيت نقضات الممتحنين في الحادثه اللي وقعت ملي كانوا في الاختبار، ولكن شينوميا كتكون مقلق حيت قالت مع راسها خاص كافكا هو اللي ياخذ هذا الشكر، ولكن هو علاش ما كاينش هنا. وفي ديك الوقيته كتدخل كافكا لقاعه الحفل، وكنعرفوا بلي كافكا سقط في الاختبار، ولكن الراقب هوشينا قال لهم انا باغي، وخول الارقام ديالو اقل من المطلوب باش يولي ضابط، ولكن هو في الاختبار قدر يحدد نقطه ضعف ديال الكاج، وعاون صحابو حتى قدروا يقضيو عليه. وانا ما عارفش واش يقدر يولي مؤهل باش يكون ضابط، ولكن دابا غنعينو كطالب ضابط وغنعطيه بزاف ديال التدريب. ومن بعد القائده مينا عطاتهم خطاب محفز ومؤثر. ديك الساعه كافكا تحمس بزاف وقال القائده مينا قريب غنوقف في جنبك، وكيبان لينا كلشي في قاعه الصدم، والقائده مينا كتقرر تعاقبو 100 تراكسيو، وهوشينا كيف ديما كيموت على كافكا بالضحك، ولكن غير العاده كيشوف القائده وهي مبتسمه، وقال لهم بما انه هاد البلاصه كتكون ديما ممله خاصو يبقى معنا كافكا باش يلطف لينا الاجواء. ولكن ماشي هذا هو السبب الوحيد اللي خلاه يضمو معاهم، حيت في الاختبار فاش بداو الكايجو يرجعوا للحياه ظهر كايجو اللي قوته خارقه والمقدار ديالها وصل ل 9.8. في نفس الوقت مشات مؤشرات قوه كافكا الحيويه، والرقيب هوشينا كيقول مع راسو بين كافكا مخبي شي حاجه سريه خاصني نبقى مراقبه ونعرف هاد الحاجه. ومن بعد كتمشي شينومي عند كافكا قالت لي بالمناسبه عندي واحد الموضوع مهم بغا ندوي معاك فيه، وبالفعل كيمشي معاها وكيقول لها التفاصيل كيفاش قدر يتحول كاج، وقال لي عاوتاني انه كان كيفكر يقول القوه الدفاع، ولكن هي كتصدمو كتقول ليه عندك تقولها ليهم والا غيقتلوك، ولا ما قتلوكش غيبقاو يديروا عليك تجارب. وسمعت بلي الكاج ولا قويين بزاف ملي كيموتوا كيستعملوا الجثث ديالهم وكيحولوهم لسلاح قوي بزاف. وشينوميا كتقرر ما تقولهاش في قوه الدفاع حيت هو انقذ من الموت، ولكن قالت لي فاش غتبان لي بديتي كتفقد السيطره وغتشكل خطر على البشريه ديك الساعه نقتلك بيد. وكافكا ابتسم وكيقول لها صافي نعتمد عليك ديك الساعه. ومن بعد كيكملوا في التدريب ديالهم، ورينو كيكون المستوى ديالو كيتطور حتى وصل لنسبه 18%، وماشي غير هو اللي تطور، ترى جميع الضباط جداد تطوروا، وشينومي قدرات توصل لنسبه 55%، اما صاحبنا كافكا قدر يوصل من 0% ل 1%. والمشكله هو اللي بقى غادي هكا فراه في خلال 3 اشهر غيطردوه وكيكملوا في التدريب ديالهم نهار بعد نهار. كتزاد القوه ديال الممتحنين، كل واحد فيهم كيقول شنو هو الهدف ديالو، وكلهم تقريبا باغيين يوليو ناقص في قوه الدفاع. وكافكا كيعاود ليهم القصه ديالو كيفاش دار وعد مع القائده مين، وبقاو كيتدربوا في واحد الليله. الراقب هوشينا كيلقى كافكا سهران في الليل وقال لي راه راح جزء من التدريب، وكافكا جاوبو وقال لي خاصني نعطي جهدي كامل باش نبقى هنايا حيت ما نقدرش نتردد وداع الحلم ديالي. وهوشينا قال لي بغيت تبقى هنايا على قبل القائده مين هي، ويلا بغا يسولو كافكا منين عرف، ولكن هوشينا كيصدمو وقال لي ياك انت فايت قلتيها لصحابك اعتبر اي كلمه قلتيها هنايا غنعرفها. وقال لي عاوتاني يعني انت باغي تاخذ بلاصتك نائب. وكافكا في الاول خاف منه، ولكن في الاخر قال لي بس هادشي اللي باغي، ودير في بالك انني غنبقى مقاتل حتى نوقف في جنب القائده. وديك الساعه هوشينا تعصب عليه وعطاه السوارت وقال لي تفضل ملي تبغي تمشي، وقال لي عاوتاني غير نسى توقف حداه وانا كاين هنا. وفي الاخر قال لي ما تخليش علاقتك مع صحابك تولي وطيده هنا حيت ما عرفتش امتى اخر مره تشوفهم، حيت هاد المهنه اللي اختاريتي خطيره لابعد الحدود. وفي ديك الوقيته كتسمع صوت الانذار انه كاين كايجو في منطقه قريبه ليهم. وهوشينا قال لي شتي قلت لك في اي وقت تقدر تودعهم، ايوا دابا وجد لي راسك باش نمشيو لاول مهمه ديالكم كضباط. كيبان لينا كلشي فاق من الناس. وهكاك تكون سالات الحلقه الخامسه من انمي كايجو رقم 8. الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير لايك وسبسكرايب واشتعل وبارطاجي مع صحابك اللي عز عليهم الانمي. المهم الدراري الحلقه السادسه غتلاح في اقرب وقت باش نجمع لكم الحلقات السته الاخرين في فيديو واحد، حيت الموسم الثاني غتلاح الحلقه الاولى ديالو نهار 19 شهر يوليو، وحيت هنا خاصنا نلوحو حلقه بحلقه ان شاء الله.